خلاص خلصت كلية واتخرجت وقعدت في البيت، واخيرا انت مش عارف تعمل ايه. يا ترى هتاخد كورسز ولا هتقدم على ماجستير ولا MBA ولا تبدأ تدور على شغل ولا هتقعد في البيت تريح شهر شهرين سنة ولا انت وصاحبك هتفتحوا بيزنس. تعالى اقولك المفروض هتعمل ايه. تعالى اقولك بقى ان كل اللي عدى ده حاجة واللي جاي ده حاجة تانية خالص. استنى، قبل ما تعمل اي حاجة اعمل اشتراك وسبسكرايب واعمل لي لايك واعمل لي كومنت واعمل اي حاجة تلاقيها في وشك. تعالى نبدأ بقى بجد واقولك لو انت خلاص اتخرجت وناوي تاخد كورسات، فايه الحاجات المفروض تاخدها وايه الحاجات اللي المفروض ملهاش لازمة او مش مهم ان احنا ناخدها. ولو انت خدت كورس او حابب تبدأ في كورس معين هقولك هو ممكن يبقى فيه فايدة او لا على حسب المجال بتاعك. سيبك بقى من كل الاعلانات اللي انت بتشوفها وكل الكورسات اللي بيتقالك خدها وفلان خد الكورس مش عارفة ايه واشتغل. فكك من كل ده. مش عايزة احبطك، بس هو مفيش كورس يخليك تشتغل. اللي بيخليك تشتغل المهارة بتاعتك او الحاجة اللي انت اشتغلت عليها وتعلمتها تكنيكال. زي ايه؟ زي البروجرامينج، زي الجرافيك ديزاين، زي الحاجات اللي بيبقى فيها حاجات تكنيكال دي، وزي الديجيتال ماركتينج. انا لو عايزه اشتغل في الحاجات اللي انا قلتها دي سواء جرافيك ديزاين، بروجرامينج، ديجيتال ماركتينج، فبالنسبه لي الكورس مهم. مهم. طيب لو انا هشتغل شغل عادي سيلز في ريل استيت، سواء بنوك سواء اي حاجه، هل لو انا خدت جرافيك ديزاين وخدت بروجرامينج وخدت الحاجات دي هل دي هتفيدني؟ لا. فانت من الاول لازم تحدد انت محتاج ايه او محتاج تشتغل ايه. خلاص انا حددت انا عايزه اشتغل في مجال البروجرامينج، يبقى تشتغل على نفسك تاخد كورسات بروجرامينج وتكمل في الطريق ده. طيب انا مش عايزه اشتغل بروجرامينج، انا عايزه اشتغل جرافيك ديزاين، فانا برضو هشتغل على الكورسات بتاعه الجرافيك ديزاين واكمل فيها. طيب انا مش هشتغل في اي حاجه من دي، وانا يا سيدي انا عايزه اشتغل سيلز في اي شركه، سواء شركات الاتصالات، بنوك، شركات التامين، في ريل استيت. عايزه اشتغل شغل مش بيتطلب حاجه تكنيكال او ان انا اتعلم مهاره معينه. انا طالع كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا المهاره اللي عندي ان انا بعرف اتكلم وبعرف اتفاوض وبعرف ابيع وخلاص خلصت كليه ومش عايزه اشتغل. خلاص خلصت كلية وانا مش عايز ادرس حاجة تانية او مش عايز ان انا اتعلم حاجة لسه من الاول وجديد، سواء جرافيك ديزاين، ديجيتال ماركتينج، كل الحاجات دي عايزة وقت لحد ما اتعلمها. فانا لا، اتخرجت وعايز اشتغل، ابدا اشتغل على طول. فانت زي ما قلت لك ممكن تشتغل سيلز في اي مكان، سواء عقارات، شركات، بنوك، ايا كان. فانت مش هتحتاج تاخد كورسات الا ان انت تركز على حاجتين بس وتطور نفسك فيهم، الا وهما السوفت سكيلز والانجليش. دول اهم حاجتين لو انت ناوي تشتغل شغل في مبيعات. هل لازم عشان اتقبل ابقى واخد كورسات؟ لا، مش لازم. هل الشهادات مهمة؟ مش مهمة. امال ايه المهم؟ انا بدفع فلوس ليه؟ المهم في الكورسات ان انا باخد الكورس عشان اخد الاستفادة العلمية او المعلومة اللي بتتشرح في الكورس نفسه. انا مش محتاج منك شهادة. انا ك HR او انا كصاحب شركة لما باجي بعمل لك انترفيو انا بقيس المعرفة بتاعتك، كم المعرفة اللي عندك، مش الشهادات اللي عندك. لو انت كاتب لي 20 شهادة واخدها من الكورس الفلاني ده مش هيفرق معايا، الا لو انت فعلا فاهم انت خدت ايه ودرست كويس وبتعرف تتكلم والانجليش بتاعك. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، الانجليش على الاقل لازم تبقى B1. لازم تشتغل على الانجليش. يعني انت لو انت عايز تاخد كورسات واولى خد كورسات انجليش، او اتعلم دلوقتي المصادر كتير قوي على الانترنت ان انت تتعلم انجليش بنفسك. ففي مصادر كتير قوي على اليوتيوب ممكن تقدر تتعلم منها. فنصيحتي ليك كده في موضوع الكورسات ده، ما تاخدش كورس عشان شهاده، خد الكورس عشان تستفاد الاستفاده العلميه. ولو انت حاسس ان انت مش هتستفاد استفاده علميه تفيدك انت في المهارات بتاعتك او في السكيلز بتاعتك، ما تاخدهاش.
لو انت عايز تتخصص بروجرامينج او جرافيك ديزاين او ديجيتال ماركتنج او اي حاجه فيها حاجه يعني فيها مهاره تكنيكال، خد كورسات. عشان زي ما قلت لك الشهاده مش هتفرق. هو انت لما بتروح الشركه وبيتعمل لك انترفيو فهو بيقيس كم المعرفه بتاعتك وليس ان انت واخد شهاده وبس. طيب تاني حاجه نتكلم فيها الا وهو انا اتخرجت، هل ابدا ماجستير؟ قطعا لا، ما تبداش ماجستير. اشتغل الاول وشوف الشغل اللي انت هتشتغل فيه او الحاجه اللي انت هترسى عليها تشتغل فيها. شوف انت ايه اللي ناقصك في المجال بتاعك اللي انت حابب، الحاجه اللي ناقصاك فيها تروح تطور نفسك فيها ايا كان بقى. انت شوف هتعمل ماجستير، هتاخد MBA، ايا كان. انا من وجهة نظري الناس اللي بتبدأ تاخد ماجستير او MBA او ايا كان زي اللي هو بيشتري عربية وهو مش بيعرف يسوق بالظبط. فانت لازم تدخل سوق العمل وتشتغل وتشوف ايه هي المتطلبات بتاعة سوق العمل، وعلى اساس الشغل او الخبرة اللي انت عايزها هتروح تاخد الماجستير او MBA او ايا كان اللي انت هتاخده وتكمل دراسات عليا. ده كده بالنسبة للماجستير. تعالوا بينا نشوف. طيب بالنسبة بقى للمحور الثالث الا وهو طب انا اتخرجت وفي فكرة مشروع في دماغي انا وصاحبي وعايزين نبدأ، هل ابدأ ولا لا؟ هتبدأ بس بشروط. لو انت معاك رأس المال او لو انت معاك مشروع مش هيحتاج منك رأس مال، تمام؟ لو في مشروع في دماغك والمشروع ده فعلا بيحل مشكلة وواثق ان المشروع ده 100% هينجح، ابدأ في المشروع ده على طول. لو انت مش واثق في المشروع والمشروع ده مش هيكلفك رأس مال، ابدأ مفيش مشكلة. ولكن انا بفضل ان انت مبدئيا بقى قبل ما تعمل اي حاجة، قبل ما تاخد كورسات، قبل ما تبدأ مشروع، قبل ما تعمل اي حاجة، انا برد تدخل سوق العمل وتشوف سوق العمل ماشي ازاي والدنيا ماشية ازاي، وبعدين تفتح مشروع. على الاقل تبقى خدت خبرة في السوق. اخر حاجة، هل اشتغل اي حاجة؟ رابع حاجة، اول ما تتخرج، وهي دي اهم حاجة واخر حاجة، يا ريت يا ريت يا ريت يا جماعة اول لما نتخرج ما نحطش ستاندرد معين في دماغنا ونفضل ثابتين عليه. انا اتخرجت تمام من كلية تجارة، انا عايز اشتغل في بنك، فانا مش هشتغل اي حاجة وهفضل مستني البنك او مستني الشركة الفلانية تبعتلي. ده غلط، ده مخلي نص شباب الخريجين، ده مخلي نص الشباب الخريجين الجدد ما يشتغلوش بسبب الموضوع ده، موقفين حياتهم على بنك معين. انا قدمت والله في البنك مثلا كذا وانا موقف حياتي كلها على البنك ده، انا مش هبدا اي حاجه وهفضل مستني الرد بتاعه. لا غلط، ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. ابدا انزل شوف اي شغل في اي مكان ايا كان ايه. انا يا جماعه والله حرفيا لما اتخرجت كنتش لاقي شغل خالص، فضلت شهر شهرين، فكنت طبعا نزلت طبعت السي في بتاعي كده 9 نسخ وفضلت اوزعها على الاماكن اللي هي انا شايفه ممكن اقدر اشتغل فيها. وبصدفه في نفس اليوم ده كان جالي شغل ان انا انزل اشتغل كداتا انتري، وبالفعل نزلت اشتغلت في المكان ده وفضلت اقدم وانا شغاله، وجالي كذا يعني كنت كل يوم اقدم على اكتر من وظيفه، لدرجه ان انا في يوم اتبعت لي 4 شركات، اتبعت لي 4 انترفيوهات، ودخلت ال4 انترفيوهات ونجحت في 2 فيهم. فحجه البليد اللي يقول لك انا مش لاقي شغل، حجه البليد اللي يقول لك انا مش لاقي شغل، الشغل بيجيب شغل. انا مؤمنه جدا بالمقوله دي، الشغل بيجيب شغل، بيجيب شغل، بيعرفك على ناس جديده، وبيخليك تعرف ازاي تتعامل مع الناس، وبيديك مهارات سوفت سكيلز. فيا جماعه ما نسيبش نفسنا للملل وللكسل وللاحباط ونقعد في البيت، تمام؟ النصيحه بقى الخلاصه بتاعت الفيديو ده كل اللي انا عايزه اقوله للناس اللي متخرجه جديد، ما تخليش دماغك حاجه معينه وتقف عليها، انزل اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه في الدنيا، مش عيب، تمام؟ انزل اشتغل اي حاجه في الشغلانه دي، ابدا دور على شغل تاني، واعمل كل يوم انترفيوهات، وابدا شوف لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه. ما توقفش نفسك على حاجه معينه، وانت وفي الشغل ده طور من نفسك. عايز تاخد كورسات، خد كورسات.
عايز تتعلم لغه اتعلم لغه وما توقفش نفسك. دايما في حد بيقول كده ان دايما لو انت مش بتطور دايما من نفسك، فهتلاقي الجيل اللي بعدك جاي ومعاه لغه ومعاه سوفت سكيلز، بيعرف يتناقش وبيعرف يجيب عملاء، وانت حرفيا هتبقى سابقه بسنين على الفاضي. فنصيحه مني، خلاصه الفيديو ده كده، اول ما تتخرج ما تركزش قوي على ان انت تكرس حياتك كلها الكورسات. ماشي خد كورسات، بس البيز المهم ان انت تنزل شغل. انزل شغل ايا كان ايه الشغل ده. ف بالنسبه للناس بقى اللي هم مش عارفين ازاي ممكن يقدموا على شركات او بنوك او ايا كان الشغل ايه، ان شاء الله هجمع لكم بوست مجمع فيه اكتر من 20 مكان تقدروا تقدموا عليهم، وبيحتاجوا دايما ناس. ان شاء الله البوست ده بجهزه هنزله الفتره الجايه. لو في حد عايز يقدم على مكان معين ومش عارف هو هيقدم ازاي، اكتبوا لي كل ده في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد على كل واحد بالطريقه اللي انت تقدر تقدم بيها. ولو في حاجه انتوا واقفين فيها او مش عارفين موقفاكم على ان انتوا تشتغلوا، اكتبوا لي في الكومنت وانا هدخل ارد على كل حد كاتب لي. ده كده نهايه الفيديو. ان شاء الله يا رب كلكم موفقين، وكلكم كل واحد فيكم يشتغل الشغل اللي هو حبه والشغل اللي بيتمناه، وبالتوفيق للجميع. السلام.